ميخائيل كالاشنيكوف إنسان أبدع أشهر بندقية آلية في العالم، دخلت التاريخ كرمز للثورات والحركات التحررية من أجل الاستقلال، وموجود في أيدي الإرهابيين والمدافعين عن الوطن في آن معا. كالاشنيكوف الذي ولد في منطقة ألتاي بسيبيريا في عائلة قروية فقيرة، كان الابن ال17 لوالده ليعيش كل مشقات عصره، أكبرها الحرب العالمية الثانية. اخترع بندقيته بعد الحادث الدراماتيكي حيث قصف الألمان فرقة للجنود السوفيات الجرحى ومكونة من 70 شخصا، بقي 2 منهم فقط على قيد الحياة، وكان كالاشنيكوف أحد الناجين. هذا السلاح يستخدم في جيوش 55 دولة، واللافت أن 20% من السلاح الخفيف كله في العالم هو كالاشنيكوف، ووفق مصادر مختلفة صنع حوالي 70 مليون بندقية من هذا الطراز خلال السنوات 60 الأخيرة. هذه البندقية استخدمت ولا تزال على أعلام وشعارات بعض الدول الإفريقية والأسيوية وحزب الله اللبنانية. بندقية كالاشنيكوف أصبحت ثقافة كاملة في دول عدة، لها تماثيل في الشرق الأقصى الروسي وسيناء المصرية، وهي موجودة في عملة نيوزيلندا، حتى أن بعض الأطفال قد حملوا اسم كالاش كرمز للحرية. هذه البندقية سهلة التصنيع وقليلة التكلفة. ميخائيل كالاشنيكوف الشاب القروي اخترع سلاحه لكي يكون في متناول يد كل جندي بسيط وفي أي ظروف مناخية، ولذلك تتفوق هذه البندقية على منافستها الرئيسة تلك الأمريكية M16، ويمكن استخدامها حتى ولو كانت مبتلة أو وسط العاصفة الرملية أو الثلجية. لكن البندقية الأمريكية حساسة لهذه الظروف، ولذلك يفسر القادة الأمريكيون والبريطانيون خسائرهم الكبيرة خلال الحرب في العراق بفشل M16. وليس من المستغرب أن الجنود الأمريكيين خلال الحرب في فيتنام استبدلوا سلاحهم بالبندقيات الروسية التي غنيمها